الصين تحدت ميريكان وكسرت الحصار على ايران، واوروبا كتقلب طاوله وكتخلى على ترامب واسرائيل، وفي لبنان اول مفاوضات مباشره مع اسرائيل. فخليكم معايا حتى الاخير باش تعرفوا اخر المستجدات. من بعد ما اعلنت البارح القياده المركزيه الامريكانيه باللي الحصار البحري على موانئ ايرانيه بدا رسميا مع 10 ديال الصباح بتوقيت واشنطن، كاينه المفاجاه واللي كتعتبر اول تحدي وخرق لهذا الحصار وقعت هذا الصباح. واحد ناقله ديال البترول الصينيه دازت من مضيق هرمز وخرجت لبر الامان بلا ما توقفها او تعترضها البحريه الامريكانيه. هذه السفينه بالضبط راها اصلا محطوطه في لوائح العقوبات الامريكانيه مع عام 2023 حيث كتعاون ايران، ورغم ذلك قدرت تكسر الحصار، وهذا الشيء كيبين صعوبه تطبيق هذه التهديدات ديال ترامب على ارض الواقع. وماشي غير هذا الشيء، كاينه سفينه اخرى تفرضت عليها عقوبات حتى هي دخلت اليوم ومشات للعراق باش تهز البترول. وفي نفس السياق العراق لقات واحد التخريجه باش تفلت من الحصار. وزاره النفط العراقيه خرجت لهم بيان رسمي كتقول فيه باللي راها دارت تفاهمات مع امريكان وايران بجوج باش تضمن باللي الصادرات ديال البترول العراقي غادي تبقى تدوز من ضيق هرمز بلا ما تقاس بهذا الحصار. البارح تفرشت الكواليس الحقيقيه ديال فشل مفاوضات اسلام اباد، وكاين شي تحضيرات لجوله جديده. تقارير كشفت باللي الوفد الامريكاني اللي قادو النائب الرئيس جي دي فانس طلب من ايران شرط قاصح وهو توقيف تخصيب اليورانيوم لمده 20 عام. ايران رفضت هذا الشيء قطعا وعرضت عليهم كحل وسط انها تحبس التخصيب لمده 5 سنين فقط، ولكن امريكان رفضت، وهذا الشيء اللي وقف في الطابله ديال الحوار. وترامب خرج بتصريح كيقول فيه باللي الاداره ديالو تلقات اتصال من ايرانيين وقال بالحرف راهم باغيين يديروا اتفاق باي ثمن. مسؤولين امريكانيين وباكستانيين اكدوا باللي الاتصالات في الكواليس مازال مستمره، وكاينين محاولات باش ينظموا جوله ثانيه من المفاوضات هذه السيمانه قبل هذه الهدنه المؤقته اللي غتسالي نهار 21 ابريل. ترامب كان هدد باللي اي بلاد كتعطي السلاح لايران غادي تفرض عليها الرسوم جمركيه قاصحه كتوصل 50%، وهذا الشيء كان موجه نيشان الصين. واليوم متحدث باسم الخارجيه الصينيه زاد اكد باللي الصين غتاخذ اجراءات مضاده وحازمه الى ترامب نفذ هذه التهديدات ديالو، واعتبر باللي الحصار الامريكاني على الموانئ الايرانيه راه تصرف خطير وغير مسؤول وغادي يزيد يشعل العافيه في المنطقه. ندوزو دابا للتطورات في لبنان. اليوم الثلاثاء غادي تدار اول مفاوضات دبلوماسيه مباشره بين اسرائيل ولبنان في واشنطن، واخر مفاوضات اللي جمعت لبنان واسرائيل هي كانت عام 1993. هذا اللقاء دابا غيجمع سفيره لبنان في ميريكان مع السفير الاسرائيلي ومعهم وزير خارجيه امريكاني ماركو روبيو. ميريكان واسرائيل كيحاولوا يفرضوا نزع السلاح ديال حزب الله من خلال هذه المفاوضات، وطبعا هذا الشيء ما عجبش حزب الله نهائيا. الزعيم ديالهم نعيم قاسم خرج البارح بخطاب متلفز كيطالب فيه الحكومه اللبنانيه باش تنسحب فورا من هذه المفاوضات، واعتبر باللي هذا اللقاء بدون جدوى. وفي الوقت اللي هذه الدبلوماسيه خدامه، الجيش الاسرائيلي بدا الهجوم بري كبير باش يطوق ويسيطر على مدينه بنت جبيل الاستراتيجيه في جنوب لبنان باش يزيد يضغط في المفاوضات. البارح مع اعلان ترامب على الحصار اسعار البترول طارت للسماء وفاتت حاجز $100 البرميل، ولكن اليوم الاسعار ديال البترول نزلت شويه ورجعت لتحت $100 واستقرت في جوايه $97.50 البرميل. هذا التراجع البسيط سببه هو الامل والتفاؤل ديال الاسواق بهذه الاخبار ديال تحضير الجوله الثانيه من المفاوضات بين امريكا وايران وامكانيه تفادي حرب شامله. وفي نفس الوقت وزير النفط الايراني صرح باللي مبيعات البترول الايرانيه كانت مزيانه في الايامات الاخرى، واكد باللي غادي يخصصوا جزء كبير من هذه العائدات باش يعاودوا يبنيوا ويصلحوا البنيه التحتيه والصناعيه اللي تضررت بسبب الضربات الامريكانيه الاسرائيليه. اليوم رئيسه الوزراء ايطاليا جورجيا ميلوني اعلنت رسميا باللي بلادها قررت تعلق تجديد تلقائي الاتفاقيات الدفاعيه والتعاون العسكري اللي بينها وبين اسرائيل. السبب مباشر هو الغضب الايطالي من ضربات اسرائيليه في لبنان واللي قاصت حتى القوات ديال حفظ السلام الايطاليه اللي تمك. ومن جهه اخرى اوروبا كتحاول تهرب من تبعات الحصار ديال ترامب. الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعلنوا اليوم باللي غيديروا قمه نهار الجمعه باش يجمعوا اكثر من 40 دوله، والهدف من هذه القمه هو تشكيل قوه بحريه دوليه مستقله وسلميه باش تحمي السفن في مضيق هرمز. وهذا الشيء كيبين بوضوح باللي بريطانيا وفرنسا ما باغيينش يتجروا لمواجهه عسكريه مباشره او يشاركوا في الحصار الامريكاني. ترامب نوض عليه قيام في ميريكان البارح بسبب واحد البوست منصه تروث سوشيال، حيت نشر صوره مصوبه بالذكاء الاصطناعي كيبان فيها بحال المسيح كيداوي شي مريض، وهذا الشيء خلق موجه ديال الغضب الكبيره خصوصا من عند المسيحيين المحافظين والكاثوليك اللي كيعتبروه هذا الشيء اهانه واستخفاف، لدرجه ان الرئيس الايراني مسعود بيزكشيان دخل على الخط واستنكر هذه الاهانه للمسيح. ترامب اضطر من بعد يمسح الصوره وبرر الموقف ديالو باللي هو كان باغي يبين راسو بحال شي طبيب ولا عامل في دعم الصليب الاحمر ماشي المسيح. هذه الحادثه جات في وقت ترامب اصلا داخل في صراع بالكلام مع البابا ليو الرابع عشر، حيث البابا انتقد الحرب والتهديدات ديالو. المهم كانوا هادو هما ابرز المستجدات، فاعطيونا الراي ديالكم في التعليقات. السلام عليكم.